بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم باسم الزمر، برنامج كرة مع باسم. النهاردة هنحلل عندنا 4 ماتشات، 2 محلي و2 أوروبي. أول ماتش الزمالك وفاركو، ثم الأهلي والمحلة، ثم الباير اللي انتهى منذ قليل، ثم الماتش كان الماتش سخن، الماتش الحاسم الأسبوع اللي فات، قصدي ماتش بتاع خلص امبارح، ريال مدريد والسيتي. أول حاجة الزمالك وفاركو. اول ربع ساعه مفيش خطوره خالص. نقول لحضراتكم الاحصاءات من دلوقتي. اول ربع ساعه من الماتش مفيش خطوره خالص من الفريقين. مباراه مفيش خطوره، مفيش اي حاجه، مباراه سيئه جدا. الشوط الاول لحد الدقيقه 40 جون بالحب كده، نيران صديقه فاول كره ثابته، زيزو يرفعها اي كلام، تضغط في اللعيب فاركو وتدخل 1-0 ويخلص الشوط الاول 1-0. ثم اول ربع ساعه من الشوط الثاني مفيش خطوره برضو. الزمالك حاله طرد في الدقيقه 83، محمود الجهاد. فاركو يضيع هجمه في الدقيقه 93، نهايه المباراه 1-0 لفاركو. يعني الزمالك امبارح وفاركو مباراه اي كلام، مفيهاش كوره خالص، مفيهاش كوره خالص، مفيش كوره. المباراه دي كانت سيئه جدا جدا جدا. يلا بقى نخش على المباراه الثانيه، الاهلي والمحله، اللي خلصت 1-0 للاهلي. الاهلي ضيع هجمه في الدقيقه الاولى عن طريق امام عاشور، اول ربع ساعه ضغط من الفريقين. المحله ضيع هجمه في الدقيقه 31 و42، بس المحله ماسك كوره اخر ربع ساعه من الشوط الاول، يخلص الشوط الاول تعادل سلبي 0-0. الاهلي ضيع هجمه في الدقيقه 47، المحله ضيع هجمه في الدقيقه 50. الاهلي يسجل هدف 55 عن طريق الامام عاشور الشطور، والاهلي ضيع في الدقيقه 64. الاهلي مصطفى العش اضطر الدقيقه 74، الاهلي ضيع هجمه في الدقيقه 82، نهايه الماتش 1-0 للاهلي. وكده احصاءاتنا للاهلي بسرعه، وفي كلام كتير على الاهلي، في 2 كلام على ايه سريعا كده عشان قبل ما نخش على السيتي. ثواني. اول لعيب معانا امام عاشور، بسم الله ما شاء الله عليك. ما كهربا سافر خلاص وبعد عنه، امام ركز، امام بعد عن الميديا، سامع النصيحة. بسم الله ما شاء الله عليك يا امام، بسم الله ما شاء الله عليك يا امام. ايوه كده يا امام، ركز في الملعب وبس يا امام، ركز في الملعب بس يا امام. وبعد كده حارس الكلمة التاني محمد الشناوي، بسم الله ما شاء الله عليك يا شناوي. الشناوي امبارح ابتدى يرجع لمستواه، شايل كورتين كان في منتهى الخطورة، كان في منتهى الخطورة، شايل كورتين. بسم الله ما شاء الله عليك يا شناوي، بالتوفيق ليك يا محمد يا شناوي ان شاء الله الفترة اللي جاية. بعد كده بقى الصورة بقى معانا بقى التالت، آخر صورة معانا الأهلي النهاردة الصبح في التتش النهاردة كأس عالم الأندية خلاص. أيوة دي الأهلي فخر مصر، فرحة مصر وفخر مصر. إن شاء الله بالتوفيق الأهلي في كأس عالم الأندية بعد عيد الأضحى المبارك إن شاء الله تعالى. يلا بقى نتكلم عن المباريات الأوروبية بقى، واللي حصل في الباير، واللي حصل في مدريد والسيتي. بس أول حاجة الباير وليسك خلص منذ قليل 2-1 الباير. كده نتكلم عن ريال مدريد والسيتي. يلا نتكلم بقى عن الباير الاول. ليسك سجل هجمه في هدف في الدقيقه ثانيه 30، بس الفار قال اوف سايد. بعد كده الباير يضيع هجمه في الدقيقه 12 بعد مرور ربع ساعه. الباير مباراه متوازنه بس الباير افضل، بعد مرور نص ساعه الباير افضل ومباراه متوازنه بس ليسك قافل خطوطه. بعد كده الباير يضيع هجمه في الدقيقه 42، الباير يسجل هدف في الدقيقه 45 زي الدقيقه انا وقت الدقيقه بدل وقت ضايع. الباير يضيع هجمه في الدقيقه 48، الباير يسجل في الدقيقه 49، ارسك يضيع هجمه في الدقيقه 73، ارسك يسجل في الدقيقه 79. اخر ربع ساعه الباير يتراجع وخلص الماتش 2-1 البايرن ميونخ. المباراة العودة إن شاء الله يوم الثلاث القادم بإذن الله. لو ليس جاب جون يبقى فيه اكسترا تايم وضربات جزاء، أن الجون في الدوري أبطال أوروبا ليس باتنين، بهدف صحيح. يلا بقى نتكلم بقى عن المباراة بقى اللي كان ضرب نار امبارح، مثيرة بين جوارديولا وكيلي أنشيلوتي، اللي خلصت 3-2 ريال مدريد، اللي خلصت 3-2 ريال مدريد. يلا نبدا بقى الشغل. المباراه كانت ضرب نار، ضرب نار، ونقول الاحصاءات بس هندخل فيها نجومنا الكبار، سواء الكابتن حماده لطيف او كابتن محمد لطيف او الكابتن ميمي شربيني، عشان الماتش ده كان دايما
بيقولوا الفاظ خارجه الماتش ده، وكانت فعلا انا بقول الفاظ بتاعتهم جدا. يعني المباراه امبارح كان على راي الكابتن ميمي الشربيني اشغال شقه كرويه جامده من فريقين، اشغال شقه كرويه على راي محقق ميمي الشربيني. وبعد كده الاحصاءات هنقول لحضراتكم. اول حاجه مدريد يضيع هجمه في الدقيقه 11، ثم مدريد يضيع هجمه في الدقيقه 11 و30 ثانيه بالظبط، مدريد يضيع هجمه في الدقيقه 13 او ربع ساعه مدريد افضل. السيتي يسجل في الدقيقه 19 عن طريق اندرتيكر السيتي هالاند، مدريد يضيع، السيتي يسجل الكره جوان على راي كابتن محمد لطيف. الريال يضيع هجمه في الدقيقه 25، السيتي يضيع هجمه في الدقيقه 37. اخر ربع ساعه ريال مدريد السيتي افضل، مدريد يضيع هجمه في الدقيقه 43، مدريد يضيع هجمه 45 زائد الدقيقه الثالثه، يخلص الشوط الاول 1-0 السيتي. بعد كده الشوط الثاني مدريد يضيع هجمه في الدقيقه 53، بعد كده مدريد يضيع هجمه في 55، مدريد يسجل الدقيقه 60 بالظبط. مدريد اول الشوط الثاني ربع ساعه افضل يسجل عن طريق امبابي، ثم مدريد هجمه الدقيقه 63، ثم ضربه جزاء 76 السيتي يسجل 79، مدريد افضل، السيتي يسجل، مدريد يسجل 86، قصدي مدريد يسجل 86 عن طريق ابراهيم دياز. ومن احلى الاجوان بلجهام فينيو يعمل واحده لوب من فوق ادريسون بلجهام درجام الجون، مدريد يسجل في الخواتيم ويعمل مرتده ويخلص 3-2. فاز من يستحق والعبره بالخواتيم. وعلى راي كابتن محمد لطيف الكره جوان. لسه فاضل يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله 90 دقيقه شقه اشغال شقه على راي كابتن ميمي الشربيني. هنشوف في جوان تاني على راي كابتن محمد لطيف، هنشوف ونتابع. ريال مدريد ما تهزرش معاه، ما توقفش ضده، ما تقول الجوارديولا يعمل تصريحات واللعيبه تقول تصريحات، لا تقف قدام ريال مدريد. انا ريال مدريد واحد بس سيد اسياد اوروبا، زي الاهلي سيد اسياد افريقيا، وكلهم اسياد واحنا بنتفرج على الكوره. قال نشوف مباراه ممتعه بين جوارديولا وانشيلوتي في 90 دقيقه جايه يوم الاربعاء الجاي. الميعاد الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة نص شعبان، يا رب اللهم بلغنا رمضان. وكان معكم باسم الزمر من برنامج الكرة مع باسم، وإلى اللقاء. ومن اشتراك وتفعيل الجرس. إلى اللقاء، سلام. على اشتراك على الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى الفيسبوك هنا القاهرة. سلام، شكرا، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم باسم الزمر من برنامج الكرة مع باسم، إلى اللقاء.